مساء الجمال عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هشارك معاكم طريقة عمل الفراخ المشوي بطريقة سهلة جدا وجميلة وفي الفرن بأقل وقت وبأقل مجهود، وكمان فيها بعض التركات جميلة جدا، فيها نكهة حلوة قوي، وكمان الطعم بتاعها جميل جدا. لو حابة تستفيدي من الفيديو كملي معايا الفيديو للنهاية. نبدأ مع بعض بالمكونات. معايا 2 من الفراخ، الوزن بتاعهم كيلو 200 جرام بالظبط. طبعا انا غسلتهم كويس جدا وكمان نقعتهم في منقوع التنظيف وصفيتهم وجبتهم مع حضراتكم. معانا معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الكاري، معلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر، معانا قرفه جميله جدا في الوصفه دي، معانا معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الكركم والكمون، وكمان معانا معلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. كده كل البهارات بتاعتنا. بعد كده معانا 3 حبات من الطماطم، 3 حبات من البصل، وكمان معانا معلقه كبيره من السكر من عسل النحل، وكمان 3 معالق من الزبادي. الزبادي مهمه جدا في الوصفه دي. ومعانا 3 حبات من الثوم مقطعين، وكمان معانا فلفل وليمون وكزبره خضراء. نجيب كل المكونات بتاعتنا وننزل بيها على الخلاط على طول. الطماطم والفلفل والليمون بقشره، طبعا الليمون بقشره هيدي مزازه وطعم جميل جدا في الخلطه بتاعتنا دي، والثوم والكزبره الناشفه، وكمان الزبادي بتخلي الفراخ طريه وجميله جدا جدا. دي التفاصيل المهمة جدا للفراخ المشوية. معايا العسل النحل في الفراخ بيطريها جدا. لو مش موجود عسل نحل ممكن نحط عسل اسود او دبس الرمان، برضو بيدي مزازة وطعم جميل جدا جدا. في الخليط بتاعنا هنضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا المكونات دي جميلة جدا وكمان ليها نكهة وريحة حلوة جدا جدا. بنجيب الفرخة بتاعتنا صحيحة وبنبتدي بالتقطيع بتاعها من الظهر، يعني بنقلبها على بطنها وبنقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو عايزين تعملوها بالمقص هيكون اسهل عليكم، مفيش اي مشكلة، لكن انا دايما بعملها بالسكينة الحادة. بنقطعها نصين من ظهرها بالشكل ده. سلسلة الظهر هي اللي بتتفتح وبطنها بتبقى من تحت، وبنقطعها بالسكينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بنقطع الفرخة من فوق بالشكل ده، بس احنا بنقطع ما ننزلش تحت قوي للعظم. الفتحات دي هتخلي التتبيلة تدخل جوه الفرخة بتاعتنا وكمان تدخل للعظم، وهتساعد جدا في التسوية بتاعتها بشكل سريع وجميل. علشان بس ما تتبهدلش الفرخة مننا احنا بنقطعها. ادي الشكل اللي حضراتكم شايفينه النهائي للفرخة. الفرختين بتاعتنا هنجيب الخليط بتاع الخضار اللي احنا ضربناه، هننزل بالكمية ناقصة منها نص كوباية. هنضرب المكونات دي كلها هنخلطها بايدينا كويس جدا، ندخلها في الفتحات بتاعة الفراخ من جوه ومن بره وفي الفرخة كلها كويس جدا جدا. طبعا علشان الخليط يدخل في الفرخة كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا الخطوة دي حلوة جدا ومهمة وبتشيل اي روايح موجودة كمان في الفراخ. طبعا فترة التنقيع بتاعتها ممكن من بالليل، لو احنا مستعجلين او عايزين نعملها بشكل سريع ممكن قبلها ب3 ساعات. بس اي مشويات لما بتاخد فترة طويلة في التنقيع بتبقى افضل بكتير. فانا طبعا دي منقعاها قبلها تقريبا ب10 ساعات، يعني من اول اليوم نقعتها وشلتها في التلاجة. انا جبت صينية، الصينية دي الطول بتاعها تقريبا 50 سنتي علشان احط فيها كل المكونات بتاعتنا. طبعا انا حابة ان انا استفيد من الشوربة او الدسم اللي هينزل بتاع الفراخ. هحط الصينية بتاعتي فيها كمية من الخضار، اي خضار متوفر عند حضراتكم. انا حطيت شرايح من الطماطم وكمان شرايح من البصل متقطعين دوائر زي ما حضراتكم شايفين. ليمون، ما نشيلش القشر بتاع الليمون اولا علشان نستفيد بالقيمه الغذائيه بتاعه القشر بتاعه الليمون، وكمان طعم المزازه بيبقى حلو جدا. معانا فلفل اخضر مع حضراتكم، جزر، كوسه، اي نوع من انواع الخضار نحطه من تحت مفيش اي مشكله. انا حطيت هنا 3 حبات من البطاطس، قطعتهم برضو دواير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده احنا بندي طعم جميل جدا للخضار، طبعا لان الدسم بتاع الفرخة هينزل على الخضار وكمان المية بتاعته، فالخضار مع الفراخ هيدي طعم جميل جدا. هنجيب ورقة زبدة ونحطها على السطح بتاع الفراخ
وهننزل على طول بالورق الحراري نغطي بيه كويس جدا جدا. مش هنحط ولا ميه ولا اي شيء، لان احنا معتمدين على الميه اللي هتنزل من الفراخ والسوائل اللي موجوده في الخضار زي ما حضراتكم شايفين. انا طلعتها من الفرن، طبعا هي كده دخلت على تسويه. فبنجيب الميه والزيت اللي احنا حطيناه على الوش والكلام ده كله، وهنحط عليها الفرخه. بعد كده ادخلها الفرن تاني، يا دوب تاخد لون على الوش مش اكتر. زي ما حضراتكم شايفين مستويه جدا جدا وجميله وحلوه قوي، والطعم بتاعها جميل ونكهتها حلوه جدا، والخضار كمان مستوي. وانا طبعا عملت معاها رز حبايه وحبايه، حلو جدا جدا، وطعم الفراخ جميل جدا. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا الطريقه حلوه جدا، جربوها.